نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ. قبل ما نبدي بالمشاهد الكوميدية، السكيتشات اللي محضريها والمواضيع اللي نريد نسولف بيها. برنامج ولاية بطيخ كان واحد من أهم أسباب نجاحه هو وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك. لذلك موقع الفيسبوك كان دائما مصدر سعادة لنا. حتى احنا الوليد مارك كل ما نقعد من الصبح ندعي له، لأنه هو سبب نجاح مو بس برنامجنا وإنما الكثير من البرامج. لكن نفس هذا الموقع تحول بالفترة الأخيرة إلى سبب تعاسة إنه وللكثير من الناس. كثير من الناس بدأوا يستغلون موقع الفيسبوك كمنبر للفضايح، وبدأ هذا الموقع بدل أن يجلب الأخبار وينزل مقاطع الفيديو الحلوة ويخلي الناس تتواصل مع بعضها، تحول إلى منبر للفضايح. بالتالي ممكن أنت تهدم عائلة، تيتم أشخاص، تسوي مصايب وكوارث سوداء بس لأنه أنت حاولت تكون مصدر للمعلومة. بالتالي انت راح تجيب هاي الفضيحة وتنشرها، فراح تنزلها الفضيحة وتكون فرحان وتساهم بإشعال النار. مرات واحد مو هو اللي يشير الفضيحة ولكن يساهم بإشعال النار، يظل يستخدم الإفيه الكوميدي اللي موجود بهذا الفيديو ويشعل النار أكثر وأكثر وأكثر إلى أن يسبب كارثة لهذا الشخص، وكأنه هو ما عنده أي مشكلة وأي خطأ بحياته. من لم يكن منكم بخطيئة فليرمها بحجر. الشخص اللي دا يروج للفضيحة ما يدري انه حتى هذا الشخص اللي دا نروج عنه لو هو به مشكلة اخلاقية، مشكلة نفسية، لكن نفس الوقت هذا عنده اخ، عنده اب، عنده ابن، عنده ابنه، هذول المجموعة مرتبطين به. شنو ذنبهم يدفعون ثمن؟ لان احنا نريد نضحك. يا اخي تريد تضحك، موجودة هواي برامج. فرج على ولاية بطيخ، فرج على البشير شو، فرج على محمد قاسم، عندهم هواية كل اسبوع يطلعون تحشيشة تفرج عليها وتونس واضحك. تخيل انت بدون ما تدري ده تتسبب تعاسة انسان يوميا. راح يفتحون موقع الفيسبوك فيلقوك انت ظريف الحباب الحشاش الخطير قاعد تتداول نفس المفردات وكأنه يعني ما دفع هذا الشخص الثمن، دفع الثمن يا اخي اوفى. بس احنا ذول اللي يخوفونا، ذول اللي يريدون يطشون. احنا هسه عايشين في زمن الطشه، شلون الطش؟ حتى لو تدوس على الباقين. عموما الموضوع الاول اللي راح نتداوله هو عن العادات والتقاليد، باعتبار انه هاي اول الممنوعات بالبرنامج بالفتره القادمه هي العادات والتقاليد. بس احنا نريد نسولف وهم انا بلكت نمسلنا كم حشاش من الحشاش هذول اللي يشيرون الفيديوهات ويتونسون بأذية الآخرين. يا أخي أنت ليش تضوج بيوم زواج أختك؟ يا بس تحكي أنت، هذا قلب الدنيا أموري والله العظيم. يقول هذا شنو أختي تتزوج اليوم؟ لا عمي ما دا يقتنع، هسه قاعد أحكي بالتليفون ما دا يقتنع. قالبها للدنيا اليوم يقول أسويها كلبة والله العظيم. تعالوا تلاحقوا له. اختي يا حلاها ضفايرها وراها، اجا الخطاب يخطب وابويا ما نطاها، وابويا ما نطاها. كافي، شنو ابوك ما نطاها؟ ابوك نطاها. ما ينطوها ما ينطوها، دام الخوت الكبار ما ينطوها. كافي، شنو احنا بلعب الشعب؟ انت شو تريد بالضبط؟ انت تريد تفركشها؟ ما تريد تصير عرس؟ اليوم ماكو عرس، ماكو زفه، ماكو حفله، وسحنا العدي ابو المولده. لك لا تدوخنا، امشي اطلع من هنا قبل ما يجون الزفافه ياخذون اختك وتزعل. لك كانوا ياخذون اختي يا صوبا ترسو دفيني. اختك بدها تتزوج قابل يوم صادقه؟ لك ايش فايت اليوم صادقه؟ على الاقل تبات يمنا بالليل، راح تروح وهالروحه روحه. لك ابني اختك بايته ببيت رجلها. هم قال لي رجلها يا بالله ينكسروا لابسيني. غير تمشي للقهرك. ابويا دمرني، عاف العالم كله وزوجها المدرس،
رياضيات. ايش في مدرس الرياضيات؟ لك هو منو يحبه مدرس الرياضيات؟ بس ابنه وبس يسجل بالمدرسه يكرهه. بعد صارت القسمه واسكت. يا قسم جمع وطرحيني. انت عندك شيء هذا المدرس؟ هذا المدرس سنتين رسبني. اجاني اول سنه قال لي ايش تعرف عن المثلثات؟ قلت له استاذ الله يخليك خلينا جوا الموضوع، المثلثات جبن جابها على الرياضيات. وش سوى لك بثاني سنه؟ وثاني سنه عود راد يدخل بالموضوع، قال لي ايش تعرف عن الاضلاع؟ قلت له فدوه اللي عيونهم راد وعدنان سيفونه يقبلون وتحطهم بالصف يديح، واذا اليوم تتزوج اختي اسحل الرائد وعدنان سيفونه وعدي ابو المولده. لك انت جاي تقشمون علي، انا ادري بكل زين انت ما تشتري اختك بفلس، انت عندك غير غرض. لك ما ننطيها ما ننطيها. لك اوقف لك اوقف. اخوتي ها تدرس لو ما تدرس، احنا بعرسك فرحانين. تدرس لو ما تدرس، عرسك فرحانين. تدرس لو ما تدرس، عرسك فرحانين. اوقف. لك مدرسين الرياضيات قبلتونا، التي كان حرف سويتوه مسطره، المنقله كانت للشوي سويتوها قرطاسيه، الترك كان ورا البيت حطيتوه بالاسئله، دمرتوا حياتنا قبلتونا. لا تخليني ارجعك لجذرك التربيعي واقسمك على اثنين. لك اليوم اشبعك بسط مقام، اليوم اطلع بيك قهر المبرهنات كلها. يعني شو انتظر منك وانت حاصل ضرب الطرفين بالوسطين يساوي واحد. هاي انا مو سمعني، ما اخذ لك عروسه تسوى سور الصين، متخرجه وقريبا يطلع التعيين، وانت مني لك حتى المهر بالدين، وانت مني لك حتى المهر بالدين. وبس وبس سوسن ما حسيت بيه، بس سوسن. كافي يابا، يعزك يعزك، بس سوسن منو؟ لك انت شو عليك؟ لك انت شو لك علاقه؟ اجي طيح حظك هسه. بمكانك. عنك ارجوك اني افهمه. تتكلم عن مدرسين الرياضيات، كل موظفين الدوله عندهم جيب واحد، الا مدرسين الرياضيات عندهم جيبين، الجيب والجيب. تمام. وانت مكيف جبر حتى جبر. يعني انت تقصد قبر حتى قبر. وماخذ لك عروسه شيل مصرف بيت، تدفع لك سحب وايجار وانترنت، وعساب كسريت الطشة الشكليت، وبس سوسن ما عدا زنابي، بس سوسن زنابي بس سوسن. كافي يابا، يعزك يعزك، بس سوسن منو؟ لك انت شو لك علاقه؟ لك انت ايش دخلك في الموضوع؟ راح انزل. لك اوقف اوقف مكانك، لك فضى بابا العالم التمت علينا. العالم كلها على راسي، بس اليوم اسحله واسحل سوسن واسحل عدي ابو المولده. على ما يبدو انت راح تصير مجموعه خاليه وتختفي من حياتي الى الابد. لك طلق هسه طلق، بنفس اليوم اللي تعقد بيه طلق هسه طلق. بس يابا، يعزك يعزك، بس ليش يطلق؟ لك انت شو عليك؟ ايش دخلك؟ راح اجي اموتك تموت. بمكانك بمكانك. على ما يبدو انت ما تعرف كل شيء بالسالفه، خل افهمك. فهمني. هذا يعني يريد مالات وانا بخدمتك. على ما يبدو استاذ انت تعرف رموز المعادله. نعم، يم الرموز تنحل. لك اليوم منك ما يجوز الا تنحل الرموز، يوم منك ما يجوز الا تنحل الرموز. القضيه فيها سين وصاد. لك انت ايش دخلك؟ لك ايش دخلك انت؟ لك شو عليك؟ لا تهوس، لا اجي طيح. اسكت. لك ما عليك انت، لك ما عليك. اسكت اسكت. اوقف. اتزوج اخويا، اتزوج اخويا، اتزوج وحجز فندق 7 نجوم.
ويتزوج ويحجز فندق 7 نجوم. البارحة كان عندنا يوم الاحتفال بعيد المعلم، وأنا وكل كادر برنامج ولاية بطيخ نتقدم بالتهنئة لكل المعلمين اللي علمونا داخل المدرسة وخارج المدرسة. وبنفس يوم الاحتفال بعيد المعلم قدم لنا السيد وزير التربية هدية مفاجأة كانت جدا سعيدة، انه هو راح سوى احتفال بالمسرح الوطني وقطع الطرق المؤدية للمسرح الوطني، وخلانا 3 ساعات نظل لازمين ازدحام كلش لطيف، فرينا بيه كل المكانات اللي حوالين المسرح الوطني. طبعا ما اقول لكم كل الناس كانت تمدحه الوزير التربيه، وكانت تترحم له، وفد مدحوه مدح انا باذني سمعتهم دي يمدحوا الوزير التربيه، دي يقولون رحم الله والديه. قناتنا بغداد سوت تقرير على هذا الموضوع. زحمه يا دنيا زحمه، زحمه وتاهوا الحبايب، زحمه ولا عش رحمه، مولد وصاحب. شقله اقول له خلف الله عليك، الله يطول عمرك شقله. يعني وزيري تي يسوي زحمه ولا عش رحمه، مولد وصاحب. كل شيء اتوقع ببلد الطايح رايح. والله عم اليوم ازدحام وهاي والشوارع مسدده من المكان. هسه يمكن جينا من 5 لجيت صرنا ساعه ونص. تربيه هذا مريض يموت. قلت شو تسخن تربيه هذا سيء. عيد المعلم تربيه هذا الازدحامات مو حلوه. ساعه ونص. تربيه هذا روحنا طلعت الاجواء صاخبه. تربيه هذا. والله ألف رحمة على روح والدي الوزير التربية، وكل وزير وكل مسؤول يسد له طريق على مود يحتفل. أنا ما أدري ليش تريد تحتفل يا أخي، يعني ابقى بوزارتك واحتفل، جيب كيكة، كيكتين، 3 كاكيك واحتفلوا بالوزارة. زين دز لك مدير عام، حتى المدير العام فقير يسد له فرع دربونه. ست يا سيادة الوزير سديت كل الطرق طبعا، وما أقول لكم أنه الناس اللي كانوا سادين الطرق دا يتعاملون بطريقة كلش لطيفة، فد كيوت والله العظيم. نزلت على واحد منهم دا قلت ليش سادين الطريق؟ كان مسدود. قلت له اوكي حبيبي انا وياك، يعني ما عندنا مشكلة، سدوه، الطريق الكم، الوطني الكم، الوطن كله الكم، العراق كله الكم، انتم بكيفكم، الكاك يمكم، انتم تسدون علينا الطريق وانتم تفتحوه. احنا ناس كومبارس جايين بهذا البلد والله العظيم، يعني وكومبارس اكو بينا ناطق واكو بينا كومبارس صامت. يعني تعال اقعد هنا نجي نقعد هنا، روح هناك نروح هناك، راح نزيد الراتب اي حاضر، راح نقلل الراتب اي حاضر، النفط صعد اي حاضر، النفط نزل. والله العظيم فد مؤدبين فد حبابين، بس يعني همينا مرات الكومبارس يتعب، رجله تتعب، يعطش، فيجي يسأل واحد من الممثلين ماخذين ايجار ثاني مثلا الشرطه، فيقول لهم ليش الطريق مسدود؟ يعني تنقون علينا، يعني واحد طالع من الصبح. يعني حتى هو سياده الوزير اسم حضرتك هو كله تفاؤل، اقبال، يعني واحد دا يقبل على الحياه حتى لو يلقى الحياه مسدوده زين وظل يفتر بالازدحام، بس هو المهم اقبل. واحنا نشكرك ونتمنى، يعني نتمنى ما نشوفك، ظل اقطع الطرق ما نشوفك، امن على مود انت تكون مأمن. واحد يخاف من هيئة الإعلام والاتصالات، ولا كان دعيتك دعوتين من اللي سمعتهن والله العظيم. رحمة على روح والديك. إيه نروح إلى الأخبار. أخبارنا اليوم أخبار هواية. أول خبر البارحة وأول البارحة وين ما أدير التلفزيون ألقى خطية دول السواق مال تريلات مسوين إضراب. استيفاء مبالغ كبيرة من قبل جهات متعددة، والتجاوز في منفذ الصفرة على السائقين، والتأخير الذي يتجاوز 10 أيام ما يؤدي إلى إتلاف المواد. لليوم الثاني على التوالي تتواصل التظاهرات التي ينظمها سائقو الشاحنات التجارية في محافظة ديالى، حيث قاموا بقطع أغلب الطرق الرئيسة والدولية بصف السيطرة مال
سيطرة الصفرة يمكن اسمها. احنا هنا السؤال غريب ما له إجابة، ليش دائما الأشياء بحياتنا صفرة؟ أشهر سيارة عندنا هي السايبة الصفرة، أشهر سيطرة صارت بحياتنا اسمها الصفرة. حتى من واحد يريد يحكي على وحدة زين ويقول عليها خبيثة يقول هذه صفرة. السواق خطية يوم سيطرة الصفرة قاعدين يعني هم كان عندهم أمل أنه شغلتهم تخلص بيوم يومين 3 4، بس أمانة هم دا يدعون ودا يترحمون، بس رحماتهم ودعائهم شوي اكثر من اللي سمعتن من السيد الوزير وزير التربيه قطع الطريق. دا تحس انه هاي السيطره صارت جمهوريه لوحدها، بيها تسعيره تجيب فلوس اكثر من النفط للدوله العراقيه. هالتفاصيل اكثر راح نشوفها كامل مفيد. عافية عليكم شباب، أنا أريد أثني على أدائكم ضمن قاطع خدمتكم. رحم الله والديك سيدي. إحنا ايش عندنا يا بابا؟ أهم شيء التأمين بلي سيدي. والنظام أكيد. وعفة اليد. ترباتك سيدي. أهم شيء عفة اليد. تمام سيدي. أنت اطمئن، إحنا هنا سيطرتنا هي السيطرة الوحيدة تمشي حسب القانون. كل الجمرك دا يروح رسمي للدولة حسب النظام وحسب القانون. سيدي سيطرتنا هنا سيطرة الحمراء، واللي مد ايده نشوف العين الحمراء. الله لك منو قدامك؟ كامل مفيد لو ماعون مال ثريد، كامل مفيد لو الخميس اللي يجي ورا العيد، كامل مفيد لو دانييلا بريال مدريد. لك انتوا قطيتوا كل الوارد وطقيتوا للحكومه بارد. لك انتوا هالقد ما تعبتوا من القط قمتوا تاجروها للسيطره. لك ادري هي سيطره لو بلاي ستيشن. سيدي وين اكو هيك حكي؟ والله ماكو هيك حكي سيدي. انشب لك شنو هاي قدامك؟ شوارب قياده لو ستيرن مال لاده. تاجروها الساعه ب 18,000 دولار واليوم ب 150,000. بعد حط لك قطعه هذا من فضل ربي. لا سيدي مو مال هذا من لا 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 انا اقول لك حط الملك لله والصبح تطق لك دشداشه وباب السيطره رشمي. ايش رايك؟ سيدي لا يعني الحكي هم شويه بمبالغه. لا 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 ما بي مبالغه. لك بابا شنو قدامك اني؟ يده ما تدوش، شرب مغشوش، ماعون مال فتوش. انا اسولف لك انتوا شلون تقطون هنا. سياره الشرب هاي تجيكم بالرون سايد تقمرقوها وتقطوه ب1000 دولار ويروح. ليش تقمرقوها؟ لان من يعبر تلزم السيطرات. البرادات ذولا ما يدفعون قمرق، يجوكم المغربيه توصوهم يحطون بالوجه طماطه وخيار وتقطوهم ب 8000 دولار. قلت لك لا تروح زايد. التليفونات تعبروهم بالترامز. ادري بابا هو موبايل له ربع مال ثلج بس اريد افتهم. سيدي والله هذا كله طعن بنزاهه. اي والله اسكت اسكت بابا اسكت. لك انت حتى المخضر ما خلص من عندكم، تعبروه بالكيه وتاخذون عليه 250,000. ولكم خطيه هذا البيتنجان الكاتله الهبري تالي عمره يصير عبري. بعد خلوا اللهانه تلم الكروه والطماطه تصيح نازل. سيدي والله موصلي لك غلط. اسكت قشمر، تريدون تبوقون بكيفكم مو؟ لك القانون فوق الجميع ما عدايا اني. حكي عدل. وخاطر ما نضيع الفرص لازم نعيد توزيع الحصص. تمام سيدي. اللي نص باليابس و3/4 بالمبلل. فنان والله فنان، تتعلم منه سيدي. شنو اليابس شنو المبلل؟ اليابس الاسمنت، الحديد، المعلبات، كل الكراتين ذا اليابس. هذا الحكي المضبوط. المشروب، العصاير، الزيت، المي، هذا المبلل. وهذا الحكي المضبوط. وراح اقول لك شغله للتاريخ. شنو سيدي؟ اذا السرسريه بطله وسرسره، واذا الهندسه عافت المسطره، واذا عبله عافت عنتره، كامل مفيد هم يقط بالسيطره. الله نحاول نلقى فد اخبار بعيده عن السياسه، ناس نخاف على روحنا، ناويين نطب على موسم ثالث. ترى هذا هسه حاليا من الموسم الثالث، يعني بعدنا احنا بحلقات ما قبل الموسم. كل ما نقعد باجتماع نقول يا شباب يعني تسمع خبر بيمس سياسي كانه ما سمعته، يعني حابين انه نبتعد عن السياسه، بس شو تسوي يعني؟ حتى الخبر ما له علاقه بالعراق يغثك. يعني هسه مثلا جانا خبر يقول لك رئيس باكستان السابق حاليا بدا يشتغل بقناه تلفزيونيه بدبي.
يا الله يا رب يا رب، عندنا هواي رؤساء ووزراء ورؤساء وزراء سابقين، يا رب ارزقهم. فد يشتغل مساعد مصور بقناة دبي بلكت، يا الله يا رب، يشتغل ابو اضاءة ابو صوت، يقول لك شغل بدبي زين يعني والله مريح. انا دا ادعي لكم، مو انا مو شي تسافر همينه راح تلقى شغل بدبي، همينه هاي مصلحه. باع رئيس الوزراء ممكن باي لحظه ينتهي النظام السياسي يعزل، بس مساعد المصور هذا اليوم مساعد مصور باكر يصير مصور، احتمال وراه يصير مدير تصوير، يشتغل كليبات. يعني تخيل انت دا تصور فيديو كليب كمطرب وتباع تلقي لك سياسي قاعد مدير تصوير. ايش بيه هذا ابو باكستان؟ قابل ما يفتهم ابو باكستان قال لك ايش حصلنا من السياسه؟ ايش حصلتوا انتم هسه من السياسه؟ هسه مثل السيد وزير التربيه اللي كلها قاعد تدعي له وتترحم له، والله العظيم فتترحموا له. ما اريد اسمعكم الخبر اللي ورا زياده رواتب البرلمان. يا عمي والله انتم ما تريدون ان يشتغلون، هذا تناقض. شوف انتم كناس، هاي مو اني، الناس يقولون على البرلمانيين عندهم استفاده جانبيه كعمولات وهذه، وانا مصدق انه هذا الحكي كذب. هو البرلماني اذا يبوق يحتاج يزيد راتبه؟ والبدايه بفريق باريس للعلاوي باريس رايح للعلاوي، للنهائي ميسي صاعد للنهائي. اليوم ابو تياغو يسحلهم سحل، اليوم سواريز يسوي له ماي بال90. انت لو بس شوي تستهدي بالرحمن ترى اللعبه صعبه. بشت 100 على ابو باريس يا ابو الاسسه، بشت 100 على ابو باريس يا ابو الاسسه. شوف التشكيله اليوم لا مداور ولا هاي، لاعب كامل. انا خايف بس لا تتندم بنهايه اللعبه. اقول لك شو تندم اكثر من الندم اللي انا عايش بيه. شو تندم بس قل لي شو تندم؟ راح تفتح موضوع جنان؟ خلينا قاعدين نتفرج طوبه. يلا عايف جنان، عايفها يلا. انا عايفها بس هي غير تعوفني. ها هم دقت. الو، استغفر الله جنان، والله العظيم ظلت حسرة بقلبي اروح المكان وما تدقين علي. للجنان من وراك كرهت التليفون وكرهت كل شي بي اون، كرهت الايفون وكرهت الفافون وكرهت التلفزيون وافلام كارتون ونادي ليون. يلا احكي شو تريدين بس احكي مو دا اشوف اللعبه. شنو؟ شلون؟ لا والله بالله عيديها خافتني بيها مشكله انه بتريد ترشح للبرلمان. استغفر الله جنان، وانا قاعد اعلق صورتك على الحيطان مو؟ استغفر الله جنان. لك بابا رحميني، منين تجيبين هاي الاقتراحات انتي؟ استغفر الله جنان. لك بابا انت ركزي بشي واحد، ركزي بشي انت تقدرين عليه. انت مهمتك بالحياة تسودين حياتي، تنقين علي. خليك مركزة بهذا الموضوع وبس، ما عليك، ما يلوق لك شي ثاني. قول دي ماريا مو قلت لك لا تستعجل يا حبيبي. ولي يلا ولي وانت خابرتينا خسروا برشلونه انه بتصيرين بالبرلمان. ليش هو العراق عايز فقر؟ بس قولي لي العراق عايز فقر؟ ليش بابا روحي اتلقاها منك من دي ماريا. لو الله خالقني حدقدقه ولا هاي العيشه. بس ايش عجب حدقدقه يا اخي؟ لا هي لطمه حمه، لا هي حبايه، ما ادري شنو. يلا شوف حطها بالتسعه اللي زقها. تسوي هيك ويا الارجنتين. هسه عوف دي ماريا فهمني انت ايش بيها وياك جنان؟ يا اخي هاي خبلتني دمرتني. يوم تريد تقدم على ذا فويس، يوم تريد تروح المركز جويل، وهسه تقول لي اريد ارشح بالبرلمان. شنو رايك؟ يا اخي تريد الصدق؟ انا هاي جنان تعجبني صدق والله تعجبني. تاخذها وتعطيني هاي الشاشه البلازما بدالها؟ لك بابا افهم هاي جنان تفكر صحيح. شلون؟ ليش تريد ذا فويس؟ ليش؟ لان هاي ذا فويس ما حد يشوف شكلها بس يسمعون صوتها. تدري قناعتني؟ مو؟ ايه. بعدين ليش تترشح بالبرلمان؟ ليش؟ لك بابا البرلماني شنو مهمته؟ البرلماني يجفص ببطننا ويعذبنا، وماكو احسن من جنان بهاي الفقره. اي بهاي قناعتني. مو؟ اي والله بهاي قناعتني. ما حد يقدر يجفص ببطننا وينغص حياتنا غير هي هاي جنان، والله العظيم. يا اخي بعدين وحده طموحه.
شلون طموحه بالله؟ شافت البرلماني صار راتبه 5 ملايين قالت له خلنا اصير برلماني. حلو، اتفق وياك، طموحه تشوف الناس تصير مثلهم، بس غير اكو امكانيات وقدرات. يعني باكر شافت شاكيرا حلو ترقص وتحصل فلوس هوايه، لازم تصير مثل شاكيرا. غير اكو امكانيات يا علي. لك بابا يا امكانيات، هو البرلماني واحد من 4، لو نايم، لو مسافر، لو دا يبغى يحكي بالطائفيه، لو خاشان وتفتر عليه بعدين. وياك زين، والدعايه الانتخابيه ما يراد لها كم مليار؟ انا ميلي، بس قول لي ميلي، يعني ما تريد توزع للعالم دجاج بطانيات؟ شلون العالم ينتخبوها على شكلها مثلا؟ لك بابا هذا اكيد عنده شي ضامته. والله انرك عده شيء وهي ما عندها شيء. ايش عندها هاي غير النق علي؟ ايش عندها؟ ما تقول لي ايش عندها هاك. هم دقت. انفرد. الو، انفرد. اترك استوى ثاني. ويلي بس قول لي ايش نسيتي؟ ايش نسيتي؟ احكي لك. والله مليت. تعرفين شنو يعني مليت؟ يعني ميم لام ياء تاء، يعني مليت، يعني كرهت هاي الحياة. يعني شلون افهمك اياها؟ بس قولي لي اغنيها، اشجع بيها. مليت من هالعيشه، بشت مياو انعل ابو الزاوى جاب الخلفه، بشت مياو انعل ابو الزاوى جاب الخلفه، وللبلاوي حظ رايح للبلاوي. للبلاوي الشمت. وبعد ما بشرنا غسان انه جنان ممكن تترشح للانتخابات الجايه وتكمل السيت اللي موجود بمجلس النواب، نروح الفاصل ونرجع. هسه نطلع من السياسه ونحكي شيء اجتماعي ثقافي بالبرنامج. كافي سياسه، راجعين ودا نقول لكم نريد نستر على نفسنا ونريد نمشي البرنامج. كافي. العراق يحتل المرتبه 102 في ترتيب الدول الأكثر سعادة في العالم، يعني بالسعادة احنا 102 طبعا من 145 دولة. احنا ما ننظر انه قدامنا 101 دولة، خلينا ننظر انه احنا متفوقين على 43 دولة، وهذا الحمد لله والشكر كافي. بعدين الازعاج، السعادة، الفرحة، هاي مو بسببها بس السياسيين، لانه يعني السياسيين والناس القائمين على امرنا الحمد لله والشكر قرروا من 2003 ان هم يزعجونا بس اكو في بعض الاحيان ازعاج يجي من المواطن، يعني مواطن يزعج مواطن. يابا والله العظيم فيلم يخبل، ما خليتنا نجي نشوفه اليوم اخر يوم بالعرض، هم زين لحقنا عليه. مسائل قرنفل. اسف بلا زحمه عليك، انت جالس على كرسي رقم 45 وانا رقم البطاقه مالتي 45. زين ما يفيدك هذا 44؟ هذا مو قياسي. لك بابا انت راح تلبس حذاء، تعال اقعد، الناس تريد تتفرج، تعال. انا اسف راح اضايقك وازعجك. انت زعجت الولد. اسف. اتفضل عصير طماطة. ما اشرب. اذا اتفضل فشار، وتسمية الفشار بيها بعض من الشك، يعني الفشار هي الشامية، بس الناس عبالهم الفشار يعني المسبة. الغلط، السرسرلوغية. كافي. آسف. اقول لك انا كل شيء ما فهمت من الاحداث بالبداية. مو هاي الطفلة كانت. احداث هذا الفيلم تدور، هذه الفتاة الصغيرة اجت العصابة قتلت اهلها. شكرا. بعدين هذه الفتاة راح تكبر وتصير حاتة صاكة. لك بابا كافي. وتنتقم من رئيس العصابة ضربة طلقة، طلقتين، 3 طلاليق، 4 طلاليق. لك وين اكو الجمع؟ اسمع. آسف. خلينا نفتهم الفيلم الله يخليك، بعدين الناس كلها تتبع ويانا. ما الذي يحدث؟ أنت رجل؟ نعم. لقد كنت في الحي الآن. توخى الحذر يا جوني. ماذا تفعل؟ سأبرحك ضربا، إنهم لا يستحقونك. انتبه يا جوني، سوف يدهسك في السيارة. إلى أين ذاهب؟ اذهب إلى الحانة وليس الحاتة. الحاتة معناتها بنت جميلة، بس هم الحانة المكان اللي يحتسون به الخمر. انت ايش تسوي هسه؟ أنا بالعادة من أجل السينما أقرأ الترجمة بصوت عالي، أولاً حتى أفهم، وثانياً للفائدة حتى الناس تستفاد
وتعرف معنى الترجمة. تبا لك، ترجمتها غلط، المفروض يقولون لك كافي لك. اذهب إلى الجحيم. لك اذهب إلى الجحيم. اذهب إلى الجحيم. اقعد اقعد. آسف. شو المصيبة هذا؟ منين جانا هذا؟ يا اخوان، هنالك تليفون يرن يرن. والله العظيم عيب عليكم، اللي ما مسوي تليفونه صامت ترى عيب، قاعد نتفرج على الفيلم، يعني هم قهر هذا، هم تليفون مو صامت؟ من هو والله خليه جاب على التليفون اللي ما خلاه صامت، الله يخليكم. هذا تليفوني. أنا بالعادة من ندخل للسينما نحط التليفونات صامت، بس أنا حطيتها على العام. ليش؟ لأن أني نذل. أني نذل. أني نذل. مساء القرنفل. راح تخابر؟ أنا الآن بالسينما دا أتفرج فيلم. الفيلم أحداثه تدور إن هنالك فتاة صغيرة اجت العصابة قتلت أهلها، بعدين البنية كبرت وصارت حاتة صاكة وراح تنتقم من رئيس العصابة، وبالأخير تدخل للبيت وتضم المسدس. تجيب انت ايش تسأل؟ انت مو قاعد بالبيت، تعال قص بطاقة وتفرج. يا أخي ما يصير، يا أخي الناس قاعدة، هذا قاعد يحكي أحداث الفيلم. فشار. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاك عيني هاك انت قوم اطلع برا، يلا قوم اطلع برا. امشي اطلع برا امشي. أنا انطردت. أكمل لك أحداث الفيلم. بعدين هذه الحاتة صاكة ايش؟ آسف. تضرب طلقة على رئيس العصابة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها شنو هاي؟ بالنهاية أحب أذكركم إنه نهاية الفيلم الفتاة الصغيرة راح تقعد من النوم وتطلع القصة كلها حلم. أنا حرقت عليكم النهاية. ليش؟ لأن أني نذل. أني نذل. أني نذل. الآن هو موعد الفاصل الثاني بالبرنامج، الفاصل اللي يخلون به إعلانات. ولاية بطيخ بدأوا يخمطون، بدأوا يستفادون، وهذا أكثر تعليق يفرحني من أقرأ التعليقات في البرنامج. قامت تجيكم إعلانات؟ لا احنا فاتحين برنامج سبيل، أي يعني وعندنا ستر مقطعة بحيث أنزل غسان ورا ما يكمل البرنامج. يعني غير برنامج يجي إعلانات شنو خلهم 7 عيون على الميز بسبب تعليقين من ذن البرنامج وقف شهر، كان احتمال يوقف شهرين. يا اخوان يعني والله العظيم ترى انتبه اعلان ثقافه مثل البرامج المصريه تلقى برعايه 8-9 براندات. الله يخليك. نشوفكم ورا الفاصل، البيت يجيب نتيجه، مو ورا الفاصل نرجع. طبعا انا اكثر شيء كرهته بموضوع الفواصل اللي موجوده بالبرنامج من عدا نقب التعليقات، موضوع انه رجعنا من الفاصل. يعني هذه الكلاسيكيه اللي تفرضها عليك هاي الجمله، ورجعنا اعزائي المشاهدين من الفاصل. شنو رجعنا من الفاصل؟ قاب يعني بدها ترجع بك بالسياره. الله يخليك. العراق في المرتبه 14 عالميا بالكسل. يعني احنا بترتيب الاكثر دول كسلا بالعالم، احنا بالمرتبه 14. يمكن هو هذا السبب اللي خلى تتفشى عندنا ظاهره ال56. هسه احنا الحمد لله والشكر ال56 موجود بكل مفاصل الدولة العراقية، بكل مكانات الدولة العراقية، وين ما تروح تلقاهم ال56، وعندهم جمل الله كلش حبيتها. يعني هسه احنا باختلاطنا الموسع بالناس هو دا نلتقي بناس 56، فبس تشوف واحد يقول لك أنا بخدمتك اعرف راح يقطك، يعني بخدمتكم أنا أعزائي المشاهدين، وخلنا نشوف شلون يشتغلون القفاصة بالعراق. 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 عيني وعليكم السلام. هلا 7:30 7:30 7:30. اي والله سيدي هو هذا القفص عليه يا سيدي. شوف لي جهاز وباع لي جهاز ثاني، هو هذا والله. لك تبدل جهاز اليوم قلبك تلقيح مال قزاز. سيدي هذا اكبر كذاب قفاص. سيدي باوع يسحب 7:30 وانا كل جهاز ب7:30. اساله سيدي اساله بيش الجهاز؟ هذا الجهاز بيش؟ ورقة ونص. وهذا؟ ورقتين. وهذا؟ 3 اوراق. لك لعد شنو ب7:30؟ فتح. هيش يعني؟ ايه. لعد ب8 سيدي ب8 شنو؟ يعني تعزل. نعم. تجي لك نص ساعة تضرب لك شاي وتروح للبيت. اذا انا بابا سيدي. لك بابا ذني مالاتي تسويهن علي. لك اسمع،
اسمع يا ابو شيبه اسمع. ابو شيبه نينو. لك هذا مفوض هيبه، اكبر واحد يجيبه، يلزمك ويذبك بالتوقيف ويفسخك ويبيعك على التصريف. سيدي هذا نا عرفه نا شايفه نا بايعنا اصلا. كذاب سيدي والله كذاب. اعطيته 3 اوراق سيدي هسه موجودات بعدين بجيبه. سيدي انا اعرف الاوراق مالتي لو محطوطات بنص دفتر. محاصرتك بمكان صرت فرانكلين. عليك انت ليش ما تبرز المالات؟ لا اسلمك بيد نقيب فرج. نقيب فرج نينو. نقيب فرج القطك ورا الدرج. نن الله الفرج. واذا ما يعجبك اسلمك الرائد مازن. رائد مازن نينو. القطك ورا المخازن. نينو هاي. تعطيني 3 اوراق لا اضربك 100 شلاق. سيدي انا نوع عندي 3 اوراق اظن بالعراق. الله ولك ال3 اوراق شو تسوي بين؟ لك بالبصره ما يوصلنك. كذاب والله سيدي كذاب. والله كذاب سيدي. انا اخذت التليفون قلت اروح لاهلي افيك على اخوتي، ما خليت واحد من اخوتي ما فيكت عليه. بعدين سيدي دست الدقمه مال الاتصال طلع لي الو الو بابا فين؟ بابا هنا هو. قال له مين؟ انو عنو. بس بعد رقص بنص الشارع. لك انت تخلي هذا الكمش ينصب عليك. لك هذا خرنوب. سيدي خرنوب شنو؟ لك خرنوب. لك هذا يومين بالتوقيف مذبوب من الكتل ما يتوب، يمشي عليك هاي الدروب. لك انت شلون تعطي المالات قبل ما تشيك الاعدادات، بعدين غير تصير ذكي وحباب وتصور لك كم سناب. ابويا سيدي ابويا هسه انا شنو؟ انت راحت زوج؟ ناحشاك. لا انا اكبر زوج. طبك طوب انت زوج. لا انت اكبر خلاص باو عليك تدير وجهك منا وتروح للبيت يلا. سيدي ليش؟ لك باب القانون لا يحمي المقفصين. ابويا وانت حبيبي تمرينك اليومي. سيدي شنو تمارين يوميه؟ تمارين سويديه ما تعرف؟ يعني 1 ايه 2 عافيه 3 ايه 4 ايه 5. هاي ايش قد؟ 20. لك بابا انا قط 20 بتشرين. لك كان بهذا رقط بالدولار. اوه كان طابه هاي. واحد تدوني. لك اذا الارنب بطل نط واذا السمك خلص من الشط زين واذا قام الحديد ينمط مط قولوا كامل مفيد بطل قط. الله. يمكن الخبر الاكثر اثاره اللي تناولته كل وسائل الاعلام وكل وسائل التواصل الاجتماعي هو خبر حادث دهس الدجاجه اللي صار بالنجف، واللي على اثره انقتل عشرات من الناس. يا ابويا امر الله. يا ابو كاكي. راتب الافخاذ نزورك بالحواس رحم الله والديك. تعال هنا تعال يمي. تعال انت زميل كاكي بالدراسه مو؟ تعال استريح. استريح. يا الله. ضليت وحدك راحت كتكوت تصباك. فروخة صفا ويم كاكي بمطعم وجبة كنتاكي. بمطعم وجبة كنتاكي. فروخة صفا ويم كاكي. فراقك مو سهل عندي ظليت بقفص وحدي. شجعت انت وتغديتي وكلت التمن الهندي. وقعن ريشاتك رقبتك صارت هالطول هالجنها بوري مال مي بالحديقه. سودة علي. الصدمه عليك واضحه بكاكي. 1000 وجبه كنتاكي على روحك بكاكي. يا ابويا يا السلام عليكم. وعليكم السلام. خاتمة الأحزان. نزورك بالافراح ان شاء الله. كسر ظهري. والله. استريح يا اخوي. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. هذا ابو كاكي. لعد وين جهالهم؟ كاكي ساكي جاكي. فروخك ها خيم الضروب. فروخك ها خيم الضروب.
قضى ما بين طق وبين مسلوق. زين تحجونا شلون ماتت؟ شوي على الفحم تقلى بالفرن بالتنور. طبت له بكاك. قالت له انا اكلت تمن هندي. قلت لها التمن الهندي. صراحه قلبه ما ارتاح، شافها مزوهره تتلاطم من حائط الحائط. فجأة الباب كان مفتوح وطلعت ولطمتها سيارة. الوضع كان صعب. المصيبة أخذها أبو كاكا على حب. وناديك 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 دجاجة قلبي بياضة. وناديك دجاجة قلبي بياضة. وناديك قتل الجهالة قدام الله لا يطيق. رجلك تكون يا مكاكي. واني ايديك اخ يمه. وناديك رجلك تكون يا مكاكي. واني ايديك ولدي لوين جوال قفص انتي. وناديك اخ يابا لوين قدر. كافي ارتاح. حل وناديك نعاعي كل صباح وكل مسية. يا بعد راحات يا عيني ما تطيب يا خلي يحطم عليك. هسه شنو اني تريدني اسكت؟ من أهم الأخبار اللي وردتنا بالأسبوع الماضي وهو هذا خبرنا الأخير، دخول كمية من الأغذية الفاسدة إلى العراق. ما صايرة قبلها، وين صايرة قبل؟ لكن اللي لفت انتباهنا أيضا أنه دخول كمية من الأدوية الفاسدة أيضا. زين، هذا الدواء الفاسد من دا يدخل ما دا ينباع بطريقة رسمية، لا دا يتسوق بطريقة رسمية، ولا دا ينباع بطريقة رسمية، ولا دا يدخل للصيدليات. هذا ينباع برا الصيدليات. بس قلبي عمار وياك من الصيدليه من هناك جيب لي ابره مال القلب. شايف العراقيين كلش عندهم هاي الموضوع طبيعي. بس انزل الصيدليه يقول ابره مال القلب، يا ابره مال القلب غير 20 دكتور لازم يوصف لك اياها. دير بالكم عيني من دول اللي يبيعون الادويه يعني بتشنابر مثل ما يبيع السيديات مال اغاني. السلام عليكم. عليكم شلونك السلام. قلبي؟ شلونك حبيبي الله يخليك. وسهلا قلبي. احنا نريد نسوي تقرير على الادويه هنا، الناس اللي يبيعون الادويه هذه، فانا شو اريد من عندك؟ اريد من عندك انه انت بس تتفاعل ويانا. اتفاعل والله اتفاعل. اي يعني واي شيء نريد نسالك عنه على هذا الموضوع. انا بخدمتكم حبيبي والله بخدمتكم. اي يعني هسه بدايه هاي الكاميرا مالتنا هنا راح نشتغل. اي زين بس اريدك شوي تتركني مجال يعني انا احكي ويا الكاميرا. اوكي لا ترتب انت مرتب من قاعك ما يحتاج. زين اليوم معنا ظاهرة أخرى سلبية. اي والله سلبية والله سلبية. هذه الظاهرة هي بيع الأدوية على قارع الطريق وخارج والله هذه وخارج الصيدليات. احنا اليوم ويانا اقول لك ليش متوخر بس شوية، راح اسالك انا وراح اسالك بس انت وخر انطيني مجال حتى نقدر نحكي. يلا يلا راح اسالك اول سؤال. ماشي زين نسوي الهنكات وبعدين نربطهم. لماذا تبيع الأدوية خارج الصيدليات على قارعة الطريق؟ استاذ هو لو اكو نظام وقانون يخلون واحد ما يسوى فلسين تافه مثلي لا حشاك يبيع على الشارع. لا وشنو على قارعة الطريق. نحن الآن أمام تساؤل كبير، وذلك التساؤل هو لماذا استاذ العفو بس عندي كلمة واحدة. المواطن لديه كلمة، البائع لديه كلمة، الضمير بدأ يصحو. ما هو السؤال؟ يعني انت ما احترمت الطريق، احترم القارعة هذه. والله هذه يا استاذ انا اريدك تسكت. اوكي اذا هاي اضافاتك فاريدك تسكت. خليني انا أسكت. اكمل. اوكي وراها انت ايش عندك حكي انا راح اسالك. زين ماشي. اريد اسالك سؤال. اسال.
اقول لك ما اسالك، خل احكي انا هنا، انت بعدين راح تداخل يعني. كيفك انا وياك. الكثير من المواطنين تعرضوا لتهديد صحي. هذه والله هذه الله يساعدهم. اقول لك انت تبيع لو تشتري؟ لا استاذ انا اقول لك من خطيه الله يساعدهم. اي مو انت تبيع لهم ذول المواطنين يعني. انا اريدك افهمني، انا عندي مجموعه اسئله، مجموعه سنوات اريدك تساعدني. اساعدك والله اساعدك. علينا ان نعي من هم الاشخاص الذين يبيعون هذه الادويه. متاذين استاذ، والله متاذين، اذيه والله اذيه. من هم متاذين؟ الناس اللي يبيعون يعني. لك ما بدي احكي على الجهد. ما بدي احكي، هذا لازم اكو تحصيل دراسي. يعني لازم انت تكون شهادتك مقاربه للصيدلاني، الصيدلاني لازم تكون. استاذ انا معدلي كان كلش قريب على الصيدله. مستحيل. اي والله. انت؟ اي. اذا هنالك قضيه ظلم اخرى، ايش قد كان معدلك؟ احكي للكاميرا. 52. بابا 52 هاي منطقه مو معدل حبيبي. مع الاسف، واحب اضيف انه ما بيها فورتات. من ما بيها فورتات؟ 52 منطقه. احنا تقريرا على وزاره النقل بابا. بابا بدنا نحكي تقرير طبي، بدنا نحكي على الباعة المتجولين. هاي بعد ما ضوجك، الباعة المتجولين هاي. هذا الشخص الذي يبيع، هنالك فرق كبير بين شهادته وشهادة الصيدلة التي تبيح له أن يتعامل بهذه المواد. 44 درجة. شوف أستاذ، وأنا متحمل وساكت. الحمد لله والشكر. متحمل شنو؟ أنت بلسانك قلتها 44 درجة، متحمل. درجة حرارة هي الحمد لله والشكر أستاذ. أنت شنو المادة اللي نزلت معدلك أصلا بالإعدادية؟ لا أستاذ أنا طالب معهد. يا معهد؟ أستاذ معهد تنقية المعادن والمياه الجوفية. هذا ماكو هيك معهد ابويا. اي سدوه استاذ، سدوه والله. سدوا المعهد؟ اي اذيه والله اذيه، سنتين وسدوه. انت تحكي من انا اسالك غير؟ واريدك تبتعد عني شويه من نحكي. من تسالني والله من تسالني. اريدك بس انا احكي واعزلني بعدين. اي عزله والله عزله يعني. كيف تصرفون هذه الادويه؟ شلون يعني؟ بس فهموني. لو انا احكي لو انت، لو انا اقدم لو انت. كيفك انت ايش تختار؟ لا مو انا اختار وانا مقدم، انا اسالك انت تجاوب. هاي جاوب والله جاوب. هل البيع هنا رسمي؟ لا غلط استاذ. يعني انت مقر بالغلط؟ طبعا طبعا استاذ. الان قدام المشاهدين اريدك تقول شيء مهم. شنو؟ انه انت راح تبطل بعد ما تبيع هنا. شنو استاذ؟ قدام الناس يلا. هاي انت قدامك. قدام الناس كلهم. تعزل نهائيا منها. قدام الاذاعه الفضائيه. نعم. انا اليوم راح اعزل. عافيه عافيه. بالخمسه الم الدخل واروح بالخمسه وربع ما تشوفني. اذا اعزائي المشاهدين راح نكسب الان. استاذ وبالسبعه الصبح باكر قل لي شلون اجي. شو يصير بالسبعه الصبح؟ والله الطريق والسيارات. سيارات شنو؟ استاذ اذيه والله اذيه. سيارات وين راح تجي؟ سيارات شو تسوي؟ يعني اجي افتح. شو تفتح؟ البسطيه غير. يا بسطيه. هاي ما الدول. بعد انا ايش قلت لك انا؟ بعد انا ايش دا اقول لك انا؟ انا متاذي والله. لا حول ولا قوه الا بالله، انا عليه بك يا اخي. هاي عزله عزله. وخر تختلتني وخر. متى ستنتهي ظاهرة البيع، بيع الأدوية على التشنابر؟ أستاذ شنو التشنابر مو نظيفة والله والرصيف فصل. زين يعني احنا نتمنى انه تجيبوا لنا تشنابر حديثة والله حديثة. هاك زين انت اختم التقرير لوحدك. هو لوحده خليه لوحده. اعزلني أذية والله أذية. لهنا انتهت حلقتنا. نشوفكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ. أحب أذكر دائما بأنه هذه الحلقات هي حلقات ما قبل الموسم الثالث. الموسم الثالث بعد ما جاهز تفاصيله، وإن شاء الله احنا مستمرين برنامج ولاية بطيخ أسبوعيا إن شاء الله أسبوعيا. بس عيني وخر عينك أنت اللي تحكي على الإعلانات توجهتكم على، بس وخر عينك خلينا نستمر الله يخليك. أي مستمرين أسبوعيا لحد الأسبوع الأخير قبل بداية شهر رمضان. نقول لكم في مال الله ونشوفكم بحلقة جديدة. وعيني يا ابو عيون السود خالي اريدك تزينني زيان، تقلبني قلب، عندي حفله مال خطوبه خوي. ابجي طين على الحفله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا فتاح. استفتحنا حدد الكاش حدد. شلون تريد تزين؟ باو انا اريدك تدرج لي اياها من هنا، اريد هذا الموديل الجديد تشوف شلون انا مسويها من هاي العين لهاي العين تدلل. وين قال عيونه؟ شباب ما سمعك انت عم تسمعني ما تسمعني. شنو هاي خليتها على حدي؟ مو حتى بيوقع شعر على لحيتك.
لحيتي انا راح ازينك زين اخفف لك الزلف منه زين. وبعدين اصعدك على القبله. ما عرفت اسم حضرتك. انا ابو فطم، والمفاجاه بالمنطقه يصيحوا له ابو فطم الحلاق. يدري انت قصاب يا ابو فطن، طبعا يصحوا لك ابو فطن الحلاق، بس قل لي يمكن انت الراس عندك مفتر؟ القدة هنا القدة. تشرب شاي؟ لا ما اريد. حسون جيب شاي حسون. راح ازينك زين عش البلبل. لا ما اريد عش البلبل. هاي القدله اخذها منه. من وين القدة هاي؟ اللحية هاي. اصبغ لك اياها. تصبغ. اصبغ لك القدله. هاي لحية والله العظيم لحية. اصبغها وخطيتك بهالرقبه. هذا باطك مو رقبتك. شو اصبغ لك اياها؟ تنكي فاتح لو بنداغي طوخ. هذا القنداغ ينشرب ترى ما ينصبغ. تشرب شاي؟ ما اشرب شاي يا اخي. ابكي طين على الشاي مع حسون. شاين حسون. صار 5 ذني. راح ابلش لك باللحيه. ده تسمع ده تزين يا اخي، مو هاي اللحية. بلشت بالقدة، القدة مالتك انت بلشت بيها. دور ابكي طين على القدله. لا باع النظمة مالته، باع التليفون. الو ما سمعك. طبعا ما تسمع، خليه على ابنك. الو صوتي بعيد ما تسمعني. دخلني على حلقك. الو اوقف غير مكان ما سمعك زين. لك بابا سد التليفون، سد منين تعرف انت هاي الاجهزه؟ اي والله ابتلينا بهاي الاجهزه الحديثه، منين طبت لنا؟ لك يا حديثه، لك هذا نوكيا قدمتها هديه لهتلر. الله يرحمه ايام التليفون الارضي. شنو التليفون؟ لك ايش يسوي هذا؟ تشرب شاي؟ ما اريد شاي. حسون شاين. صارت 6. هاي شنو وزناتك؟ ابكي طين على وزناتك. راح اخذ لك خيط. شلون؟ خيط. زين ما بي سلف الخيط مالتك؟ دخلنا اخذ لك خيط. ما اريد خيط. ما اريد. هذا شلون يفسر مدافتين؟ ما اريد هذا. على ابو هذا الزيان ابو، حتى هذا صاحبي ما اروح للخطوبه والله. هذا زعل كله من ورا حسون. مو قلت لك جيب شاين لحد ما زعل وراه.